ليه وازاي وامتى اسامه بن لادن بقى ترند رقم واحد في امريكا وفي ناس امريكان بيدعموه وبيكتبوا فيه شعر؟ ده ابو عبيده لخبط الدنيا خالص. الموضوع بدا ان في بنت نزلت على تيك توك انها قرات رساله بن لادن لامريكا اللي كتبها في 2001، بيقول لهم ليه ان هو عمل ده، وده عشان امريكا بتدعم اسرائيل بالضرايب اللي بياخدوها من الشعب، وان ده رد منطقي عليهم، ولازم الناس في امريكا تسال الحكومه انتوا بتعملوا كده ليه. المهم الفيديو فايرال، ناس كتير قررت تقرا الرساله. قامت صحيفه ذا جارديان عملت اوسخ حاجه ممكن تعملها في وقت زي ده، انها مسحت الرساله اللي على الموقع بقى لها 22 سنه. فطبعا الناس اتجننت اكتر، هي فيها ايه اللي اتحذفت دي؟ فبقوا يدوروا عليها اكتر، وكل ما حد يقراها يعمل فيديو، فالموضوع فايرال وبقى ترند رقم واحد هناك، وكله بدا يربطها بالاحداث اللي بتحصل دلوقتي. في ناس بقى بتقول ان تيك توك هو اللي عمل كده قاصد، ولو ده فعلا فهي حركه صايعه فشخ، والناس بتقول ان كان في مخطط يشبهوا حماس ب 11 سبتمبر بس الموضوع قلب عليهم. الفكره بقى ان الناس بتنزل مظاهرات في امريكا في السبت والحد، فهل هنشوف حاجه جديده في اليومين الجايين؟ السؤال بقى الحقيقي اللي لازم يتسال وجاوبوا عليه، هو فعلا اسامه بن لادن هو اللي فجر البروجين؟ اصل الموضوع ده فيه كلام يعني. قول لي رايك، لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.